كيف ترمي الشعراوي بأنه أشعري؟ هذه العقيدة الأشعرية متذبذب أهلها، كما تذبذب الرازي من قبل، كما تذبذب الجويني، أو تهبوا بعضهم كالجويني والرازي فيما نقل عنهم، وتذبذب أيضا كثير من هؤلاء، حتى أن إمام المذهب أبا الحسن الأشعري قد تراجع عن هذه العقيدة كما في رسالته إلى أهل الثغر وفي غيرها من الرسائل. هذا مما يدل على أن هذه العقيدة يتذبذب أهلها. فالشعراوي تذبذب في هذه الكلمات، أحيانا يثبت شيئا يقول خلافه في موضع آخر، ويثبت طريقة هي أشبه بطريقة أهل التجهيل التفويض التام. أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات والأفعال على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل، بمعنى أنهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه، كما أنهم لا يعطلونها من مدلولاتها على ظاهرها، لكنهم يفوضون الكيفية. يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول، نفوض الكيفية إلى الله عز وجل، وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقائق هذه الأسماء والصفات. هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم له نظيرا ومثيلا وشبيها؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء بمعنى أننا نفوض هذه الكيفيات لله عز وجل، ولا نثبت مشابهة بالمخلوقات، فلسنا مشبهة معاذ الله عز وجل كما يرمينا به هؤلاء.